في ليلة الحسم المرتبطة بمباراة الذهاب. مباراة الذهاب الأهلي عمل نتيجة مش وحشة بس مش كويسة في نفس الوقت. هي نتيجة خادعة بشكل كبير لأنها تفتح كل التوقعات للفاينل. لو استقبلت هدف هتضطر لازم تسجل هدفين وما ينفعش تلعب على 1-0 طول الماتش، وما ينفعش تفتح ملعبك. ماتش العودة ليه حسابات كتير جدا وليه ألف سيناريو لازم نحضر لكل، لكن طبعا لينا أفضلية مع وجود الجمهور وعلى ملعبنا، والمفروض احنا اللي نضغط علشان نسجل هدف واتنين ونخلص البطولة. ماتش العودة مش سهل أبدا. لاعيبة الأهلي لازم تكون حذرة جدا. الترجي عنده خطوط هجومية يقدر يعمل إزعاج في المساحات. لازم نحضر كويس ونركز، احنا لسه مكسبناش والعودة صعبة. وماتش مازيمبي في القاهرة مش بعيد. هدف مازيمبي لو ما كانش اتلغى لمسة يد كان ماتش هنا على أرضنا هيتصعب جدا. أكتر سؤال وترند النهائي والكل عايز إجابته، مين هيكون بديل معلول في النهائي؟ يا ترى كولر هيلعب برضه بكريم فؤاد اللي أصلا لما بيشارك مش بيشارك كظهير أيمن، لا بيشارك كجناح، يعني هو مش في خريطة كرة كظهير أساسا. بس النهاردة نلاقي ظهير وأيسر في النهائي، ولا هنلعب الريست بتاع جوزيه ويكرروا مع الدبيس؟ في 2005 جilberto خرج مصاب ونزل محمد عبد الوهاب ربنا يرحمه عمل ماتش العمر. وفي 2006 جilberto طارق السعيد اتصاب واحمد شديد عمل احلى ماتشين في تاريخه. ولا هنكرر سيناريو 2014 مع كريم فؤاد اللي عمله شريف عبد الفضيل؟ لعب شريف عبد الفضيل باك شمال وكان نجم، ولا هنرجع نستخدم كوكا اللي اصلا اتصعد كباك شمال؟ كريم الدبيس مشروع باك كبير لكن بعيد كل البعد عن المباريات. كريم فؤاد 3 سنين في انبي باك وشمال مميز ودايما رجله في الملعب، وشفناه في مباراة الذهاب أدى بشكل ممتاز. على الجانب الآخر لاعب الترجي لم يستطيعوا اختراق الدفاعات الخزينة في الذهاب لدرجة إن شوبير لم يختبر أساسا، وفي الشوط الثاني تركوا اللعب للأهلي وكان واضح خوفهم وغدرهم من الأهلي أعلى من رغبتهم في الفوز على أرضهم. بيعتقد كارتوزو إن الأهلي لما بيهاجم في مصر هيفتح خطوطه ويستطيع الترجي خطف هدف يجعل المهمة صعبة على الأهلي، لأن الترجي بيستطيع الدفاع بطريقة منظمة جدا. وعلشان ما نحطش نفسنا في ضغط نحاول نخلص بدري المباراة، وعشان ده يحصل يبقى نضغط على الترجي اللي طبيعي هيدافع، ونحاول ندافع كويس عشان المرتدات خطيرة في وجود ينساس. الحل اننا هنغير التشكيل بتاع الذهاب وهيلعب كريم فؤاد مكان معلول اللي بيعرف يخترق وعنده سرعات يقدر يرتد، ووجود اكرم مكان هاني لقوته الدفاعية. وجود قفشة من البداية مهم جدا لافتكاك دفاع الترجي بالبساط بتاعته تحريك الكورة. ووجود الشحات جناح يمين عشان الوحيد اللي بيعرف يهرب خلف المدافعين، وده شفناه كتير بينه وبين قفشة وهو عملها لتاو في الذهاب وفشل تاو في التسجيل. اللي وجوده في التشكيلة من البداية هيكون مصيبة. ووجود رضا سليم جناح أيسر لأنه عنده القدرة في الاختراق والسرعة والتصويب، وأنا واثق في وجوده من البداية هيكون سبب بالفوز بإذن الله. الهدف المبكر هيفتك فريق الترجي وهيخليه يفتح خطوطه وهيسهل عليك المباراة، وبإذن الله نتقابل بعد التتويج للأهلي بالبطولة.